انسى حكاية أنا عيني زيها بس بحبك انتي. من حق الإنسانة اللي في حياتك إنك تحترم غيابها قبل حضورها. يا جماعة أنا عايز أقول إن تصحيح الأخطاء أسهل بكتير قوي من تبريرها. الوقت والمجهود اللي بتحتاجهم في كل مرة عشان تبرر عيب في شخصيتك مش عايز تغيره أو خطأ متعود تعمله أكبر بكتير قوي من الوقت والمجهود اللي هتشمر فيهم ايدك كده وتدخل على المشكلة وتتعامل معاها. محبة الناس شيء جميل، نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى. عشان تحصل عليها انت محتاج تجتهد شوية، محتاج تغير حاجات في نفسك، او على الاقل لو مش هتقدر تغيرها تعتذر عنها وتقدم تعويضات. يعني لو ما بتعرفش تقول كلام حلو اعمل تصرفات حلوة، ما بتعرفش تواسي طبطب. لو عيبك انك عصبي حاول تغيره، معرفتش تغيره اعتذر عنه. لكن انك تدور على حد يحبك زي ما انت كده من غير ما تجتهد ولا تحاول تشتغل على نفسك هتبقى عامل زي صاحبي اللي حكيت لك عنه كده، مستني الشركة تقبله من غير ما يقدم اي حاجة. خليك فاكر ان قلوب الناس زي بيوتها، لو ناوي تدخلها لازم تحترم حق الضيافة. وكل سنة وانتم طيب.